صدمة كبيرة لعشاق الملكي بشأن صفقة بيلينغهام. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل أنت مع تعاقد مع جود بيلينغهام في الصيف؟ شاركونا بالتعليقات. تلقى ريال مدريد إشعارا خاصا من جانب البيئة المحيطة باللاعب الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، حيث أكدوا للنادي الأبيض بأن هناك أندية أخرى بدأت في إجراء محادثات معه وعلى رأسهم ليفربول. وكتب يان فيورتوف بأن المحيطين باللاعب الدولي الإنجليزي الشاب أبلغوا ريال مدريد بأنهم يجرون محادثات بالفعل مع ليفربول بجانب محادثاتهم مع النادي الإسباني العاصمي. ويبدو ذلك بأنه تحذير لنادي ريال مدريد بأن نجم بروسيا دورتموند سيجد العديد من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته في الصيف، مثل ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وأنه يحلل جميع خياراته. ويشير ذلك التطور إلى أن اللاعب صاحب 19 عاما ليس لديه نادي مفضل للانتقال إليه، وأنه سيدرس جميع العروض المقدمة له بعناية في الفترة القادمة. وتبلغ القيمة السوقية لجود بيلينغهام حوالي 110 ملايين يورو، ولكن اهتمام الأندية الأخرى العملاقة في أوروبا قد يزيد سعره بشكل كبير في الفترة القادمة. ومع ذلك يراهن نادي ريال مدريد على العلاقة الجيدة التي تجمع مجلس إدارة فلورنتينو بيريز بيواكيم فاتسيكا الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، بالإضافة إلى أن نادي ملعب سيجنال إدونا بار قد أكدوا في الفترة الأخيرة بأنه لا توجد عروض حالية لجود بيلينغهام. وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يتخلى عن حلم التعاقد مع جود بيلينغهام نجم خط وسط بروسيا دورتموند الألماني. ولفت الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام ابن 19 عاما الأنظار إليه بقوة مع بروسيا دورتموند، مما دفع كبار أندية أوروبا للسعي ورائه. ويعتبر ريال مدريد وليفربول هم أبرز المرشحين للفوز بصفقة جود بيلينغهام، وبالرغم من صعوبة المنافسة مع المرينجي إلا أن إدارة ليفر تتمسك بحلم التعاقد مع الشاب الإنجليزي المميز. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.